هل فكرت يوما فيما سيحدث إذا تغير العالم الذي تعرفه فجأة؟ إذا تبدلت الغارات أماكنها وتحولت المدن المألوفة إلى سحار حارة أو غابات مطيرة، أو بقي القطبان الشمالي والجنوبي في مكانهما ولكن دارت جميع اليابسة بمقدار 90 درجة؟ تعالوا نتخيل عالما تحركت فيه القارات بمقدار 90 درجة. لنفترض أن خط الاستواء يمر من خط طول الغرينتش، أي يكون المحيط الهندي في القطب الشمالي، وتشكل سواحل الإكوادور القطب الجنوبي الجديد. في هذا السيناريو ستتغير البلاد والمدن المشهورة تماما من ناحية المناخ والبيئة. من الممكن أن تتحول الغابات المطيرة إلى سهول جافة، والصحاري الحالية قد تصبح أراضي خصبة. في هذا السيناريو سوف تحدث هجرات سكانية هائلة، لأن العديد من المدن الكبرى لن تكون صالحة للسكن بعد الآن. يتأثر مناخ الأرض إلى حد كبير بضوء الشمس، بحيث تتلقى المناطق الاستوائية أكبر كمية من الحرارة، فيما يحصل القطبان على أقل نسبة. يرتفع الهواء الدافئ في المناطق الاستوائية ثم يتجه نحو القطبين، فيما يحل مكانه هواء أبرد. هذه الدورات الجوية والتي تشمل خلايا هدلي وفيرل والقطبية تشكل النمط العام للمناخ. مع دوران القارات ستتغير هذه المناطق المناخية بشكل كبير. على سبيل المثال، ستصبح كندا وروسيا مناطق استوائية، فيما ستتقلص الغابات المطيرة في الأمازون وتصبح نهرا يشبه نهر الميسيسيبي. العواصف الآتية لن تعود تهدد فلوريدا، بل ستمر عبر جرينلاند وخليج هاتسون. سيؤدي التغير في التيارات المحيطية مثل تيار الخليج الدافئ جولف ستريم إلى تحول النظم البيئية البحرية بشكل جذري. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي هذه التغييرات إلى ظهور أنماط جديدة في الزراعة وموارد المياه والتوزع السكان. أمريكا الشمالية. ستتحرر كندا من البرودة القطبية وتصبح شواطئها مناطق استوائية، ولكن في المقابل ستدفن أمريكا الوسطى تحت الطبقات الجليدية. ستشهد الولايات المتحدة تغييرات جذرية، فسيصبح وسط الولايات المتحدة مماثلا لسيبيريا، فيما ستكون ألاسكا بمناخ دافئ ومعتدل. أما نيويورك وواشنطن فستتحولان إلى مناطق مطيرة ذات غابات استوائية. أمريكا الجنوبية. ستصبح البرازيل أكثر برودة مثل أوروبا، فيما ستتحول باتاجونيا إلى أرض جليدية. سيفقد نهر الأمازون حجمه الهائل ويصبح أكثر شبيها بنهر متوسط الحجم. أما الدول الموجودة في منطقة الأنديز فستواجه تغييرات شديدة في نسب الهطول ودرجات الحرارة. أوروبا وآسيا. ستصبح أوروبا غابة استوائية رطبة، وستشبه المملكة المتحدة إندونيسيا أكثر مما ستشبه جزيرة ذات مناخ معتدل. في نفس الوقت ستتحرر سيبيريا من برودتها المستدامة وتصبح منطقة دافئة، لكن ستتجمد الهند وآسيا الجنوبية الشرقية بالكامل وتصبحان غير قابلتين للسكنة. أما الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تعرف بصحاريها الحارة الملتهبة، فستصبح الآن ذات مراجع خضراء وأنهار متدفقة وغابات وارفة. هذا التغيير سيحول حياة السكان والهيكل الاقتصادي لهذه الدول تحولا جذريا، كما أن صناعة السياحة في هذه المناطق ستشهد نموا كبيرا. ستصبح الجزء الغربي من أفريقيا غابات مطيرة وارفة، فيما ستتحول منطقة القرن الأفريقي إلى صحراء ملتهبة. ستنتقل الصحاري الكبيرة من مكانها، ولكن ستبقى أجزاء كبيرة من القارة تحت تأثير الرياح الجافة وندرة الهطول المطري. أما جنوب أفريقيا فقد يصبح ذات مناخ بارد شديد، مما سيؤدي إلى تغييرات جذرية في الحياة البرية والنظم الإيكولوجية. في المقابل فإن الدول الشمالية من أفريقيا والتي تعاني دائما من ندرة المياه ستصبح مناطق خضراء ومليئة بالمياه.
ستصبح أستراليا أكثر برودة ورطوبة مع نمو الغابات في مناطقها الجافة السابقة، ولكن أكبر مستفيد من هذه التغييرات هو القطب الجنوبي، فبدون الطبقات الجليدية القطبية سيتحول إلى أرض خضراء وغابات تزخر بالحياة الوحشية والنباتات المتنوعة. وسيعمل الباحثون في محطة ماكموردو في وسط جنة استوائية، وقد يقضون حتى عطلتهم في شواطئ القطب الجنوبي. ستواجه أكبر مدن العالم تغييرات جذرية. مكسيكو سيتي ستدفن تحت طبقة سميكة من الجليد. لندن ستصبح غابة استوائية بعواصف شديدة ونهر ممتلئ بالأسماك المفترسة. موسكو ستتحول إلى صحراء ملتهبة بدرجات حرارة تشبه بغداد أو فينيكس. نيويورك وشانغهاي ستبقيان صالحتين للسكنة، ولكن مع زيادة في تساقط الأمطار وحدوث عواصف أكثر شدة. طوكيو ستقع في منطقة مطيرة وستشبه إلى حد كبير الغابات الاستوائية في ماليزيا. دبي والرياض مع زيادة تساقط الأمطار ستشكل الأنهار الدائمة وستصبح مناطق واجدة للخصوبة والزراعة والحياة البرية، وقد تصبحان في المستقبل من المراكز الزراعية الرئيسية في العالم. ولكن ماذا لو تم هذا الانقلاب في القارات بشكل مفاجئ وليس على مدى ملايين السنين؟ حتى دون زلازل ضخمة أو أمواج تسونامي مدمرة، فإن الذوبان المفاجئ للجليد القطبي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار بمقدار عدة مئات الأمتار، مما سيغرق المدن الساحلية تحت المياه. التغيير المفاجئ في المناخ سيؤدي إلى اختفاء العديد من الأنواع الحيوية وحدوث كارثة بيئية شاملة. سيجبر ملايين الأشخاص على الهجرة، وستنشأ مدن جديدة في مناطق لم يكن أحد يتصور أنها ستصبح صالحة للسكنة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وبهذا نشكركم على مرافقتنا. إلى اللقاء في المرة القادمة.